عارف يعني ايه تبقى واقف على خشبة المسرح والنور متسلط عليك والجمهور مستنيك وفجأة تسمع صوت من الصف الأول بيقولك انزل يا ولد؟ اهو ده بالظبط اللي حصل لي وانا في مسرح المدرسة. كنت متحمس قوي، لابس البدلة وحافظ الدور ومستني اللحظة اللي اقول فيها اول جملة، لكن لما شفت امي قاعدة في الصف الاول وبتزعقلي قلبي وقع في رجلي. نزلت جري من على المسرح وانا مش فاهم ليه. امي كانت ست صارمة، شايفة ان التمثيل مش مهنة محترمة وانه مش مناسب لابنها. لكن ابويا كان مختلف، كان عالم لغوي وعميد كلية دار العلوم وكان بيحب الفن وبيشجعني. كبرت في بيت بيحب اللغة العربية وبيحترم الكلمة، وده ساعدني جدا في التمثيل. بعدين كنت بحب أقلد المدرسين وضحك زمايلي، وده كان بداية حبي للكوميديا. دخلت كلية التجارة وهناك انضميت لفريق التمثيل وبدأت أشارك في المسرحيات وأتعلم أكتر وأكتر. وفي يوم قررت أروح لمسرح نجيب الريحاني وأشوفه. وقفت قدام المسرح مستنى أشوفه، ولما شفته حسيت إن دي اللحظة اللي هتغير حياتي. تعرفت عليه وطلبت منه يخرج لنا مسرحية في الكلية ووافق. لكن للأسف يوم العرض والدتي توفت وما قدرتش أشارك. بس دي كانت بداية علاقتي بالريحاني اللي اتعلمت منه كتير. بعد كده انضميت لفرقة ساعة لقلبك وبدأت أظهر في الإذاعة وأقدم برامج زي كلمتين وبس، وبدأت الناس تعرفني وتحبني وده شجعني أكتر. في يوم وأنا بقدم مسرحية شفت ممثلة شابة كانت بتضحك من قلبها وشدتني. تعرفت عليها واشتغلنا مع بعض وبدأت قصة حبنا. وفي يوم وانا على المسرح خرجت عن النص وقلت لها تتجوزيني يا بسكوتة؟ اتجوزنا واشتغلنا مع بعض في مسرحيات كتيرة وكنا ثنائي ناجح. بس بعد سنين انفصلنا، ولكن فضل ما بيننا احترام وصداقة. انا قدمت مسرحيات كتيرة زي سك على بناتك وسيدة الجميلة وهلا حبيبتي، وقدمت برامج للأطفال زي عمو فؤاد اللي كان بيفرح الأطفال في رمضان. وفي يوم وانا بقدم مسرحية حسيت بتعب وطلع عندي جلطة في القلب، لكن لما رجعت للمسرح حسيت ان انا خفيت وكأن المسرح هو العلاج. انا عشت حياتي بحب وضحك وفن، وده اللي كنت بحبه. انا عمري ما كنت بحب اضحك الناس علشان اضحك وخلاص، لا انا كنت دايما بدور على الضحكة اللي بتطلع من القلب، الضحكة اللي تخلي الواحد ينسى همومه ولو دقايق. وكنت بشوف الكوميديا زي العملية الجراحية، لازم تبقى دقيقة محسوبة وفي نفس الوقت بسيطة ومفهومة لأي حد. فاكر أول مرة وقفت فيها على خشبة المسرح قدام الجمهور الحقيقي مش زمايلي في الكلية، وكان قلبي بيدق بسرعة وكأنها لحظة مصيرية. قلت الجملة وسكت لحظة، فجأة الجمهور ضحك كله، ضحك عالي كبير دافي. ساعتها بس حسيت بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده، كأن في موجة دفى معدية من قلبهم لقلبي. من وقتها بقيت اعتبر ان كل ضحكة بتطلع من الجمهور دي مسؤولية، وبقيت احس انهم لازم يخرجوا من المسرح وهم مبسوطين حتى لو دخلوا زعلانين. وفي الكواليس كانت دايما في لحظات غريبة. فاكر مرة كنا بنعمل بروفة على مسرحية وكان معايا مجموعة من الشباب الجداد وكانوا متوترين جدا. وقفت وقلت لهم الخشبة دي زي بيتك، خاف منها يوم وهتهرب منك العمر كله. ضحكوا واشتغلنا والمسرحية نجحت والناس اتكلمت عنها بالشهور. كنت دايما بحب اشتغل مع ناس حقيقية، ناس عندهم طاقة، قلبهم طيب حتى لو كانوا لسه مبتدئين. واحدة من اجمل الفترات في حياتي كانت وقت ما كنا بنصور برامج للاطفال في رمضان. البرنامج ده بقى زي الطقس الرمضاني، زي الفانوس، الكنافة، صوت المدفع. كنت بقعد اراجع كل كلمة في السيناريو واسأل نفسي الطفل هيضحك من دي؟ هيفهم دي؟ كنت بفرح جدا لما بلاقي الأطفال حافظين الأغاني وبيستنوا البرنامج يوميا. وفي يوم وأنا ماشي في الشارع جه طفل صغير جري عليا وقال لي عمو فؤاد أنا بحبك جدا. حضنته وقلت له وأنا كمان يا حبيبي. وساعتها حسيت إن الفن الحقيقي هو اللي بيوصل لقلب الطفل قبل الكبير. بس برضه مش كل حاجة كانت سهلة، وكان في لحظات تعب، إحباط، ضغوط، ناس ما بتفهمش الفن وناس بتحاول تقلل منك. لكن كنت دايما فاكر رسالة أبويا لي إن الكلمة اللي بتخرج من القلب بتوصل على طول للقلب. وفي كل مرة أطلع فيها على المسرح كنت بفتكر الجملة دي وأقول يا رب خلي كلمتي توصل. عارف يا صاحبي، المسرح ده مش مجرد شغل ولا حتى مجرد خشبة وأضواء وستارة بتتفتح وبتتقفل. ده بيبقى عامل زي العشرة، لو دخل قلبك مرة عمره ما بيخرج منه تاني. أنا مثلا مهما اشتغلت في سينما أو إذاعة أو تلفزيون بيفضل المسرح هو الحضن اللي برجع له. فاكر مسرحية أنا وهو وهي؟ كانت بداية نقلة كبيرة ليا، مش بس في شغلي لكن في حياتي كلها. أنا عمري ما كنت نجم بيحب يتسلط، كنت دايما بحب الشغل الجماعي وبهتم بكل تفصيلة. حتى أصغر عامل في الكواليس كنت بعرفه بالاسم. المسرح بالنسبة لي كان بيت واللي جواه أهلي. اشتغلت مسرحيات كتيرة فضلت متعلقة في قلوب الناس لحد النهاردة. سك على بناتك مثلا اتعرضت سنين وسنين والناس كانت بتيجي من آخر الدنيا علشان تحضرها.
عمري ما كنت بتاع هزار وخلاص، كنت دايما شايف ان الكوميديا مسؤولية. إن كان المسرح حياتي كان لازم اواجه الحقيقة في لحظة ما. تعب كان بيجي والصحة مش دايما بتسمح. جالي وقت حسيت فيه ان الجسم بيقول كفاية شوية، وفي النهاية الستارة ما قفلتش، انا اللي مشيت بهدوء بس ماشي، وانا سايب خشبة المسرح دافية، سايب فيها صوتي وضحكتي وشوية ذكريات. ممكن الناس تنسى شكلي او نبرة صوتي، بس اللي مش هيتنسي ابدا هو الاحساس. انا ما كنتش مجرد فنان، انا كنت صاحبك، اخوك، جارك اللي بيحكي لك حكاية حلوة قبل ما تنام. ودي كانت حكايتي من اول خطوة على خشبة المسرح لحد اخر لحظة وقفت فيها قدام جمهوري اللي بحبه وبيحبني. لو حبيت الحكاية سيب لي تعليق وقول لي تحب اتكلم عن مين المرة الجاية. يمكن الحكايات الحلوة بتخلص بس الذكريات الحلوة بتفضل.